تشكيلة ياس تروبي اللي هيلعب بها النهارده امام الاتحاد السكندري مفيش قدامه خيار غير التشكيله دي. هنبدا الاول بحراسه المرمى، عندنا محمد الشناوي، والباك ليفت مفيش غيره احمد نبيل كوكا اللي عامل اداء كويس في الفتره الاخيره رغم ان ده مش مركزه. والباك يمين عندنا مفيش غيره الكابتن محمد هاني نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر اللي عامل مستوى كبير جدا جدا في الفتره الاخيره. وثنائي الدفاع ياسين مرعي وياسر ابراهيم. بصراحه ياسين مرعي جبار، ياسين مرعي لاعب قوي جدا جدا وبيعمل اداء قوي جدا جدا. وياسر ابراهيم ياسر رجوله بسم الله ما شاء الله عليه بيقدم اداء كبير جدا مع النادي الاهلي. بالنسبه لنص الملعب فعندنا الثنائي العالمي محمد علي بن رمضان ومروان عطيه. نبدا الاول بمحمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان لاعب كبير جدا جدا ويثبت تواجده في الفتره الاخيره وبيسيطر على المركز بتاعه، ما فيش حد يقدر يدخل في المركز بتاعه، عامل اداء كويس جدا جدا بسم الله ما شاء الله على محمد علي بن رمضان. ومروان عطيه، مروان عطيه العالمي نجم المنتخب ونجم النادي الاهلي الاول. مروان عطيه بايه التكتيك اللي بيعمله ده وايه اللعب الجميل اللي بيعمله ده مروان عطيه، لمسات جميله جدا في كره القدم اللي بيعملها مروان عطيه. بعد كده في الهجوم في الجهه اليمنى احمد سيد زيزو العالمي. شفنا في الفتره الاخيره التناغم اللي بين زيزو ومحمد هاني، الاثنين بيعملوا تناغم كبير جدا جدا مع بعض. يعني محمد هاني مستواه ظهر في الفتره الاخيره بسبب تواجد احمد سيد زيزو في النادي الاهلي، فاحمد سيد زيزو ومحمد هاني بينهم وبين بعض تناغم كبير جدا جدا. وكمان معاهم الثلاثي العالمي محمد علي بن رمضان، الثلاثه دول بيعملوا تناغم كبير جدا جدا في الجهه اليمنى بتاعه النادي الاهلي. عندنا بقى في الجهه اليسرى في الهجوم اشرف بن شرقي الماسترو، اشرف بن شرقي اللاعب الجميل اللاعب العالمي اللاعب المتميز اللي بيلمس الكره، هي اللمسه بيلمس الكره لمسه واحده لمسه صح، ما بيضيعش كره في الفاضي اشرف بن شرقي. وعندنا بقى اللي هيكون تحت الهجوم تريزيجيه الجميل، تريزيجيه اللعيب، تريزيجيه المهاري، تريزيجيه السريع. احنا شفنا اداء تريزيجيه في الفتره الاخيره بيعمل ايه مع النادي الاهلي، فتريزيجيه لاعب كبير وده مركزه دايما وهو ده اللي مخليه متفوق في النادي الاهلي، محافظ على مركزه وبيعرف يلعب جدا وبيقدم اداء كبير مع النادي الاهلي. وطبعا في الهجوم مفيش غيره جريديشار، نظرا لاصابه محمد شريف فمفيش عندنا هجوم واحد غير جريديشار هو اللي هيلعب هجوم النادي الاهلي. توقعاتكم معايا لهذه المباراه اللي هتكون اليوم في تمام الساعه 5 مساء، هل يفعلها تروب ويفوز في المباراه الثانيه ليه مع النادي الاهلي؟